ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده قلت هعمل معاكم بقى ايه شويه عيش، ان انا ما كانش عندي عيش وكنا بالليل، وقلت اعمل شويه عيش كده حلوين كده للعيال. انا عندي عيال بيحبوا العيش ده قوي، الشامي ده. عيش جميل وسهل ومخدش وقته خالص في العمايل، هيعجبكم قوي وبمكونات بسيطه. معايا كيلو الا ربع دقيق، كيلو الا ربع دقيق، ومعايا بقى وسايبه بقيه الكيلو الربع كيلو دي في طبق لوحده هحتاجه برضو. ومعايا كوباية لبن، يعني ايه، وهحط بقى شوية ملح، نص يعني سنة ملح كده، وشوية سكر، حاجات بسيطة وما بتاخدش وقت. ونزلت بالكيسة الخميرة. يا رب يكون طريقة العيش دي عجبتكم النهاردة، هتعجبكم النهاردة. واقلب بقى المكونات كلها مع بعض، وهنزل بشوية بشوية باللبن، يعني على قد كده ما بكترش. كوباية اللبن دي كانت فيها قشطة، قشطة كتير حبة حلوين، وعشان كده ايه قلت تديها طعم. انت ممكن تعجني بالمية عادي عشان ده عيش، بس انا قلت لقيت شوية اللبن دول بالقشطة، قلت ايه اعجن بيهم. ولقيت اللبن الكوباية دي ما كفتش اللي بالقشطة، وايه جبت كمان نص كوباية مية عليها وزودتها، واقلب العجينة كلها الاول، عشان هنزل بقى ايه هعجن بايديا. بس اول حاجة اغلف العجينة كلها بالدقيق كل الموجود، واداري اللبن والمية اللي انا حطيتها، وهنزل بشوية شوية دقيق. لقيت العجينة معايا طرية مستطرية شوية، قلت هعجنها بقى ايه كويس. اهم حاجة في الموضوع ده العجين يا جماعة، الحاجة ما تديها حقها في العجين تطلع كويسة معاكي. لو جيتي بصيتي كل اصلا المعجنات شبه بعضها، هي تكات بسيطة بس اللي بتحتاجها. هعجن العجين ده خالص، ولو احتجت شوية دقيق هحطهم، في حبة صغيرين خالص قلت سبتهم بقى، عشان كده انا مش هحتاج دقيق تاني. يبقى ده يعتبر انا عملت النهاردة يعني كيلو دقيق، شايلة منه في حدود معلقتين بس. هي كده خلاص اتعجنت بقت كويسة، ما بقتش تلزق معايا. بص عاملة ازاي. جبت شوية دقيق فردتهم كده، عشان هقطع بقى العجينة اللي معايا. حسب ما انت عايزة تقطعيها بتقطعيها براحتك، بس انا هقطعها مش كبيرة قوي، بلفها كده. يعني ممكن تعمليها على ايديك وممكن تلفيها بايديك براحتك، بس كده انا بلفها كده. هعمل بقى كل اللي معايا، هيعملوا لي برضو شوية عيش حلوين. يعني ده يعتبر يعني عملت منهم شوية عيش حلوين لعيالي، ومنهم كمان قعدت بقى ايه اخدوا مني حتة كمان، قعدوا هو يعملوا بيها حاجة كده، فردوا بيها رغيف. بس انا قلت لا مش مهم اخليهم ياخدوها، عملوا بيها رغيف حلو والله بنتي. انا كده قطعت الكمية كلها، وهغطيها لغاية ما تخمر معايا. بس بقى كده، وبقى خلاص هي خمرت، بقيت اخد واحد واحد وافرده. تعتبر الاولاني ده بنت اللي فرداه، بص ما شاء الله جميل ازاي. ده التاني. اعمل بقى على قد ما الصاج ياخد، وبعدين اعمل تاني، افرده بس فردة كده بايديا، وبعدين بالنشابة دي عملتهم وانا واقفة ما خدوش ثواني معايا، فردتهم على طول وعملتهم في الفرن. الفرن العادي انا كنت مسخناه، قلت عشان اشتغل على طول ماخدش وقت فيه. بفرد بقى العجين حسب، بص دول انا كبرتهم، انا عايزه كام واحد كبار بس، والباقي كله هعمله صغير دلوقتي. بص بفرده كده، بصوا ولا بيلزق ولا حاجه. بص السمك بتاعه كويس ازاي. هحطه بقى على الصاج كده. ده الصاج بتاع البوتاجاز العادي، بس بعمل فيه كل حاجه، بعمل بيه كل حاجه. هدخل ده بقى الصاج ده في فرن،
عشان هشوف اعمل باقي التاني على طول، هفردهم على طول ورا بعض عشان ما ياخدوش وقت. بديها بس كده فردة بايديا وبعدين اعملها بالنشابة على طول. يا رب يكون عجبكم فيديو النهاردة، ولو عجبكم اعملوا لايك واشتراك عشان يوصلكوا كل جديد على قناة يوميات بيت العيلة. بص بقى بفرده كده واحط شوية دقيق وعلى طول، يعني ما بهدرش في الدقيق او بحط حاجة بسيطة خالص، شوية وبحط الرغيف تاني على شوية دقيق عشان ما يلزقش في الصينية. يعني انت تحط تعفر الصينية بس بشوية دقيق عشان تعرف تشتغلي براحتك. يعني ينفع للفطار، ينفع للعشاء بالليل، لو انت ما عندكش عيش تعمليه في ثواني ما ياخدش وقت. ينفع للمدرسة، يعني كل حاجة ينفع العيش ده. ما شاء الله جميل قوي وخفيف مش تقيل. بس بقى كده انا هفرد بقى كل الكمية اللي معايا، كل الكمية هفردها على الصينية كده لغاية ما اللي في الفرن يستوي. مبياخدش وقت صراحة وجميل قوي، وصراحة عجبني قوي العيش ده. يعني على طول هعمله، ولو انتوا جربتوه هتعملوه على طول. ما شاء الله عليه. بفرد فيه. بص هو كويس ما شاء الله ازاي. وممكن تكبريه خالص، يعني العيش ده ممكن يكبر خالص. يعني انت ممكن لو فردتيه على الاخر خالص تعمليه زي الرقاق. ما شاء الله عليه جميل ومبياخدش وقت في العمايل. بص ده بقى عملت العيش الصغير كله اهو. ده انا عملته عشان اعمله سندوتشات، يبقى مفتوح من جوه كده وجميل. ما شاء الله. بص قابب ازاي في الفرن. ما شاء الله. ومخدش وقت خالص. احلى عيش عملته، ويا رب يعجبكم انتوا كمان. بصوا ما شاء الله عامل ازاي. الف هنا وشفا. ويا رب يعجبكم فيديو النهارده، ولو عجبكم اعملوا لايك واشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله. قلب العيش من جوه جميل وطري وبيتعمل بكل سهولة، هيعجبكم اوي والله. ما شاء الله. اشوفكم على خير، ويا رب لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك. باي.